لو بتحس دايما انك واقف في مكانك بتلف في دواير مستمر بنفس طريقة التفكير فبتعمل نفس الأخطاء وتوصل لنفس النتائج. فخليني أقول لك إن المشكلة مش فيك بشكل شخصي، ولكن بنسبة كبيرة هي في البرمجة اللي دماغك شغالة بيها. برمجة مجتمعية اتكونت على مدار حياتك بفعل البيئة، العيلة، المدرسة، والمحتوى اللي انت استهلكته. والنهارده انا جاي اقول لك من واقع تجربة وبشكل عملي ازاي تعمل ري بروجرامينج او اعادة برمجة وبناء لعقليتك عشان تطلع من جواك نسخة جديدة منك، نسخة اقوى نفسيا وجسديا واذكى وانضج. الاول خليني احكي لك قصة. ده انا في سنة 2020، عندي 21 سنة، وزني 150 كيلو جرام بتاريخ طويل من السمنة والوزن الزائد اللي كان مرافقني من طفولتي. كان بسبب عادات غذائية مش مظبوطة وعادات يومية مدمرة زي الأكل العشوائي، النوم الملخبط، ده بالإضافة للقناعات السلبية اللي اترسخت جوه عقلي بسبب التنمر اللي واجهته في كل مكان ومن كل الناس حتى المقربين ليا. وده أنا في 2022، عندي 23 سنة، وزني 98 كيلو جرام، كتلة عضلية كويسة وشكل أفضل اترتب عليه ثقة أعلى في نفسي، علاقات أحسن، وحركة أخف ونشاطات أكتر ولبس أحسن. ده حصل إزاي؟ لو قلت لك اني عملت دايت صارم او اتمرنت كل يوم بالساعات هبقى كداب. الامر مش معتمد على الحاجات دي بس، لاني قعدت حياتي كلها بحاول اعمل دايت، وكان اقصى فتره بستمر فيها على الدايت هو اسبوع مثلا. لكن اللي اتغير في 2020 هي طريقه تفكيري، العقليه بتاعتي. بدات اعتبر رحله خساره الوزن هي رحله لاستكشاف نفسي مش هدف معين، ولكن لايف ستايل. وعززت ده من خلال القراءه بشكل اكتر عن السلوك البشري، علم النفس، التغذيه. كل المحتوى اللي كنت بستهلكه بشكل عام على كل المنصات كان محتوى بيعلمني اكتر عن اللي بعمله والهدف اللي عايز اوصل له. غيرت المحتوى اللي بستهلكه ببساطة، ونتيجة تغذية عقلي بشكل يومي بكل الأفكار دي هو إني خسيت أكتر من 50 كيلو من وزني بشكل طبيعي من غير ما أرجع لدكاترة أو أستخدم منتجات أو أدوية مساعدة، وتقريبا من غير ما أحرم نفسي من الأكل اللي بحبه. بالعكس، أنا كنت مستمتع جدا في الرحلة دي. اللي حصل ده ما كانش مجرد تغيير في جسمي، اللي حصل كان إعادة بناء لعقليتي. وفكرة تغيير عقليتك علشان توصل لنتائج ما تحلمش بيها مش فكرة عبقرية ولا هي جديدة. الفكرة بسيطة جدا وواضحة وضوح الشمس، لكنك محتاج تعرف ازاي تعملها. وانا هنا النهاردة عشان اساعدك تعمل ده. المشكلة عمرها ما كانت في جسمك ولا في شكلك ولا حتى في انك مش ملتزم او ما عندكش ارادة. المشكلة كانت ولا زالت في السوفت وير اللي شغال جوه دماغك. العقلية اللي اتكونت من اول ما بدأت تسمع وتفهم وتتعامل مع الناس، من اول كلمة قالها لك حد وصدقتها، من اول مرة خفت، من اول احباط، من اول فشل، من اول مقارنة. العقلية دي بقت النضارة اللي انت لابسها وبتبص على الدنيا من وراها. هي اللي بتفسر لك كل اللي بيحصل حواليك وبتحدد انت مين وليك قيمة قد ايه. وعشان توصل لأفضل نسخة من نفسك لازم تبدأ من هنا، من إعادة بناء العقلية، مش من تغيير شكلك ولا شغلك ولا حتى الناس اللي حواليك. انت لازم تبدأ من المصدر، منك. أنا بدأت من اللحظة اللي قررت أبطل إني أهرب فيها من نفسي، أبطل ألوم الناس أو الظروف أو الماضي. وقفت قدام المراية وسألت سؤال بسيط: هو أنا ليه مش راضي عن نفسي؟ ولقيت إن الإجابة مش في الميزان ولا في البنك ولا في الموبايل، لكن في الطريقة اللي بفكر بيها عن نفسي. بدأت أشتغل على عقلي قبل أي حاجة تانية. بدأت أقرأ وأتفرج وأسمع وأدون وأسأل نفسي أسئلة عمرها ما خطرت على بالي. أنا مين؟ إيه اللي بيحركني؟ ليه باخد قرارات ضد مصلحتي؟ إيه اللي بيخليني أبدأ وأوقف؟ إيه اللي بخاف منه؟ وإيه اللي فعلا نفسي أوصل له؟ كل ده خلاني أفهم إن التغيير مش قرار لحظي ولا نتائجه سريعة. دي رحلة لإعادة برمجة العقل وتوسيع الإدراك وفهم الذات. وأكتر حاجة فرقت معايا هي إني بدأت أشوف أفضل نسخة مني مش كهدف بعيد، لكن كنسخة جوايا محتاجة بس حد يشيل الغبار اللي عليها. محتاجة شوية وعي، شوية صدق، وشوية صبر. أنا هنا مش عشان أقولك تعمل إيه بالحرف، أنا هنا عشان أمسك بإيدك وأقولك بص جواك، لأن كل اللي أنت محتاجه موجود هناك بالفعل. طيب لو كل حاجة بتبدأ من العقلية، يبقى السؤال اللي لازم نسأله هو: إزاي أبدأ أعيد بناء عقليتي؟ الموضوع مش زرار هتضغط عليه، ومش بودكاست هتسمعه وتقوم متغير 180 درجة. الموضوع عبارة عن خطوات محددة معتمدة على التجربة. وهقولك على أهم 4 مفاتيح أو 4 خطوات بدأت بيها وغيرت حياتي حرفيا. الخطوة الأولى: راقب صوتك الداخلي. عارف أكتر حد بيأثر عليك هو مين؟ مش أهلك، مش صحابك، مش حتى المجتمع. أكتر حد بيأثر عليك هو نفسك لما بتكلم نفسك. في كل لحظة ضعف، في كل مرة بتفشل، في كل موقف بتغلط فيه، الصوت اللي بيطلع من جواك هو اللي بيحدد هتقوم ولا هتستسلم. لو الصوت ده بيقولك أنا فاشل، أنا كده كده عمري ما هتغير، فأنت فعلا مش هتتغير.
لكن لو بدأ يبقى في صوت تاني بيقول أنا اتعلمت والمرة اللي جاية هعملها صح، أو أنا لسه في أول الطريق بس كله هيجي، ساعتها بس هتبدأ تتحرر. مثال على ده، أنا كنت بتخانق مع نفسي كل مرة باكل فيها حاجة مش مفروض أكلها في الرحلة بتاعت خسارة وزني. كنت بقول لنفسي خلاص أنت ضعيف وأنت مش هتنفع. بس لما بدأت أغير الجملة اللي أنا إنسان فطبيعي أضعف وطبيعي أغلط، ولو بوظت نظامي في وجبة فلازم أصحح الخطأ في الوجبة اللي بعدها، لأن وجبة غير صحية أحسن من يوم كامل غير صحي، الموضوع كله اتغير. لازم تعرف إن ما لا يدرك كله لا يترك كله. الخطوة التانية، غير البيئة تتغير البرمجة. تخيل شخص بيحاول يبطل تدخين وكل يوم قاعد مع 3 بيشربوا سجاير، تفتكر هيبطل؟ صعب جدا. ليه؟ لأن البيئة أقوى من الإرادة. نفس الشيء بينطبق على أي تغيير في حياتك. لو بتحاول تبني ثقة في نفسك بس كل الناس اللي حواليك بيقللوا منك، أو لو بتحاول تبدأ مشروع بس صحابك دايما بيسخروا ويتنمروا من الحلم اللي انت بتحلم بيه، هيفضل عندك صراع داخلي مستمر. أنا عملت إيه؟ بطلت أتابع أي محتوى بيسحبني لدوامة المقارنات. بطلت أسمع الأشخاص بيشككوا في أي إنجاز صغير بعمله، وبدأت أتابع ناس بتنجح وبتشرح إزاي فشلوا قبل كده وإزاي قاموا تاني. بدأت أدور على ناس بتفكر زيي، ولو معرفتهمش في الواقع لقيتهم في الكتب، في الفيديوهات، في البودكاستس، والنتيجة إن فكري نفسه اتغير. الخطوة الثالثة، اسأل نفسك ليه دايما. دي واحدة من أقوى الأدوات اللي ممكن تستخدمها في رحلتك. ورقة وقلم وسؤال واحد، ليه؟ مثال على ده، لو بتأجل شغلك اسأل نفسك ليه؟ عشان مش متحمس؟ ليه؟ عشان مش شايف قيمة في اللي بتعمله؟ ليه؟ عشان حاسس إن مفروض تكون في مكان تاني؟ بالظبط. كل ما تنزل طبقة أعمق في أسئلتك كل ما هتوصل للسبب الحقيقي، والوعي بالسبب الحقيقي ورا أي حاجة هو الخطوة الأهم في التغيير الفعلي. أنا كنت باكل لما أتوتر، مش جعان لكن باكل. ليه؟ علشان الأكل بيخليني أحس براحة مؤقتة. ليه محتاج الراحة؟ علشان عندي ضغط ومش بعرف أعبر عن مشاعري. ساعتها بدأت أشتغل على نفسي من جوه مش على الأكل من بره. الخطوة الرابعة، استمر حتى لو مفيش نتيجة فورية. الناس بتحب السرعة، تبدأ دايت فتتوزن بعد 3 أيام، تقرأ كتاب وتستنى تبقى إنسان تاني في أسبوع. لكن العقلية مش كده، العقلية بتتغير بالتراكم مش بالصدفة. يعني كل مرة تصحى فيها بدري وانت مش شايف نتيجة، كل مرة تقفل فيديو تحفيزي وتكمل يومك عادي، كل مرة تختار تعمل الصح حتى لو مفيش حد بيشجعك، هي دي اللحظات اللي بتبنيك. انا فاكر وقت كنت بحس ان انا بلعب رياضة ومش بخس، كنت بنام بدري ومش حاسس بأي فرق. يعني اول 15 كيلو خسيتهم من وزني محدش كان ملاحظ ابدا، لكن في النهاية التغيير كان واضح لدرجة ان الناس كانت بتستغرب بتنبهر، وفي ناس ما كانتش بتعرفني اصلا. كل ده حصل لاني موقفتش حتى وانا مش شايف اي نتيجة. لو عايز تبدأ فعلا في تغيير عقليتك، فأبسط نظام يومي ممكن تمشي عليه بتكون من 5 خطوات. أول حاجة، إنك تغذي عقلك ب10 دقايق على الأقل من المحتوى الإيجابي. إنك تقرأ كتاب، تسمع بودكاست أو فيديو تحفيزي، أو تسمع توكيدات إيجابية. أنا كنت بسمع التوكيدات الإيجابية الصبح وبالليل حتى وأنا نايم، علشان عقلي الباطن يبدأ يتغذى بالأفكار الإيجابية عن نفسي وعن قدراتي. ابدأ يومك بحاجة ترفع من طاقتك وتظبط البوصلة بتاعتك وبوصلة أفكارك ناحية أهدافك. تاني حاجة، اكتب كل يوم 3 حاجات. ايه أكتر حاجة مضايقاك؟ ايه أهم قرار محتاج تاخده؟ ايه إحساسك دلوقتي؟ الكتابة هتخليك تفهم نفسك أكتر وتفك التشابكات الداخلية. تالت حاجة، اتعلم كل يوم معلومة جديدة. اقرأ، اتفرج، اسمع. وسع إدراكك، لأن كل فكرة جديدة بتغير طريقة تفكيرك وبتخليك تاخد القرارات الصح في الوقت الصح حتى بشكل غير واعي. رابع حاجة، حرك جسمك 20 دقيقة على الأقل. رياضة خفيفة زي المشي أو أي حركة بشكل عام هتفيدك جدا. الجسم والعقل بيغذوا بعض، عايزك تاخد بالك من النقطة دي. خامس حاجة، إنك قبل ما تنام تسأل نفسك، أنا قربت النهاردة خطوة من نفسي اللي بحلم بيها؟ السؤال ده هو مراجعة ومحاسبة لنفسك. هل أنت ماشي على المسار الصحيح ولا واقف مكانك ولا بترجع لورا؟ محاسبة نفسك هي للتحليل والتصحيح مش لتأنيب الضمير أو جلد الذات. خليك حنين مع نفسك. لو طبقت الخطوات دي يوميا حتى بشكل بسيط، عقلك هيتغير ومع كل حاجة في حياتك. في النهاية خليني أقولك إن مفيش نسخة واحدة مثالية لكل الناس، بس في نسخة حقيقية جواك، نسخة أنضج، أهدى،
أذكى وأقوى، مستنياك تديها فرصة إنها تطلع. البرمجة القديمة اتفرضت عليك، بس العقلية الجديدة هي اختيارك. اختار تبني نفسك كل يوم، اختار تصدق إن التغيير مش حلم لكنه قرار، وابدأ النهاردة حتى بأبسط شيء تقدر عليه في البداية. افتكر إن كل حاجة كبيرة بدأت بخطوات صغيرة. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.